أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا ولقاء يتجدد والصالون. الصالون النهارده بيستضيف فنانة من طراز فريد وأيضا رفيع، لأنها الحقيقة دخلت عالم الفنون بشكل مختلف تماما عن عدد كبير مما سبقوها، إلى أن استطاعت أن تتبوأ مركز أعتقد أنه كتير جدا من الفنانات ومن خريجي كلية الفنون الجميلة حلموا بيه في يوم من الأيام، لكنه لم يتحقق على مدار 108 سنة إلا منذ 3 سنوات فقط، وهو تحديدا في عام 2015 عندما رأست أو أصبحت عميدة كلية فنون جميلة. أعتقد أنه الحديث عن فنانة من هذا النوع هيكون مختلف، وكمان اختيارها للجداريات وفن التصوير أعتقد أنه شيء كمان مختلف عن كتير جدا من أبناء جيلها في هذا التوقيت. لكن تعالوا نتكلم عن كمان الإنسانة واختيارها لهذا المجال والفن بداخلها والموهبة التي جعلتها من أفضل بل من أحسن من مثلوا مصر في هذا المجال في عدد من المحافل الدولية المختلفة، وتحديدا عندما أعلنت عن جدارية تقبل الآخر. من هو الآخر الذي لابد لنا أن نتقبله؟ هذا هو محور حلقتنا النهاردة. تعالوا نرحب بضيفتنا النهاردة الأستاذة الدكتورة صفية الأباني، عميدة كلية الفنون الجميلة وأيضا أستاذ التصوير الجداري. أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. دكتورة صفية، يعني دايما زي ما كنا بنتكلم كده قبل الحلقة انه كتير جدا من البنات بيحلموا بدخول كلية فنون جميلة. حلمتي ان انت تخشي فنون جميلة وانت صغيرة؟ طبعا. ابتدى الحلم من امتى؟ برسم، كنت في المدرسة وبرسم وكان عندي رسم كتير في كراريس الرسم زي كل البنات. وبعدين قدمت في القدرات فكنت جايبة مجموع كبير، فجات لي كلية تجارة خارجية. تمام. فكنت كاتباها كنت كاتبة فنون جميلة الاختيار الأول. تمام. وبعدين قعدت كده مع نفسي، وكنت أنا والأسرة في اسكندرية رجعت ورحت سألت على تغيير الرغبات وغيرتها لفنون جميلة ودخلت فنون جميلة. كنت من البداية وانت بترسمي وانت صغيرة كان مين بيشجعك على الرسم؟ وهل يعني مهم قوي ان احنا نشجع اولادنا على حاجة لو هي عندهم موهبة صغيرة كده؟ في المدرسة. المدرسة هي الأساس مش البيت كمان. طبعا. المدرسة، اصل حصة الرسم دي مهمة قوي. تمام. وحصة الموسيقى مهمة قوي. والتدبير المنزلي مهم قوي. تمام. احنا اللي ما بقاش موجود. كنا في المدارس كده، وكل حاجة ليها وقتها، وكل حاجة ليها لبسها، وكل حاجة دي مهمة قوي. تمام. دي مهمة، يعني انتي بتربي حاجة مع الأطفال، بتنميهم، بتوجهي كل واحد هو رايح فين من وهو صغير. طب قولي لي، يعني كلنا كده ساعات بنرتبط بمدرس او بمدرسه، كنت مرتبطه بحد من مدرسين الرسم على مدار سنوات الدراسه ولا لا 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 لا, لا. ما ارتبطتيش بشخص معين؟ لا لا, لا. كنت بترتبطي بالرسم نفسه؟ بالرسم. لكن مش بحاجه. طب ايه من النصائح اللي اتقالت لك وانت صغيره اللي لما بترجعي كده بالذاكره بتفتكريها تقولي يا النصيحه دي فادتني فعلا في المجال بتاعي؟ في المدرسة ولا في الجامعة؟ في المدرسة. لا، في المدرسة مش فاكرة. لا، ما دماغي ما تمام. ما تجيبيش قوي كده. كانوا الولاد كتير قوي هم صغيرين يعني، او حتى الان ولادنا يعني بيعملوا كده، يرسموا على الحيطه لو طبعا. كنت بتعملي كده؟ كنت برسم على الحيطه. الحيطه بتاعتي. كنت متخيله ان انت ممكن تبقي يعني ترسمي جداريات؟ لا خالص. لا هو على فكره دايما تلاقي البنات والطلايع يعني الشباب وكده في السن ده بيحبوا يعملوا كده كأنه نوع من الحرية وإن يبقى ليهم استقلالية. فيلون أوضته بلون مختلف ويرسم حاجات ويكتب حاجات كان إيه من الحاجات اللي رسمتيها وكانت مختلفة تماما وفاكراها؟ في الحوائط والحاجات دي. في الحوائط زمان أعتقد الأشعار بتاعت نزار أباني. الله. الله. الفنان فنان. صح. يعني يتذوق حاجات كتير. تفتكري حاجة منهم؟ لا، انا بحب النزار جدا. بحب شعره حاجه. لا لا لا, بس يعني لكن بتحبي كل اصل بصي، الفنان ده تركيبه. التركيبه دي مش رسام لوحده او بتاع تصوير او جداري، لا ده هو يعني يسمع شعر ويقرا ويكتب وينحت ويروح سينما وهو تمام. نزار
قباني من الناس اللي كان عندهم نوع من انواع التمرد على طبعا. الخط الشعري اللي كان وقتها. صفية القباني كان عندها برضو تمرد من وهي صغيرة على الفن. لا مش على الفن. كان ليا شخصية مستقلة كده. لما دخلت الكلية انت بيبتدوا ينقوا طبعا. كان اساتذتنا ربنا يديهم الصحة اللي موجودين واللي توفوا ربنا يرحمهم. لا كان عندنا أستاذ الله يرحمه دكتور حامد صقر ده بيقعد يفرز الطلبة. احنا قاعدين إعدادي، عندنا سنة اسمها إعدادي، بنقعد كلنا في الأتيليه نرسم. تمام. فبيتفرج وهو ماشي ده ينفع ايه وده ينفع ايه، وده بيقول شعر وده بيتكلم وده بيحكي وده طبعا. كانوا بيسمعونا وكانوا بيشوفونا وكانوا، فبرضه روح الثورجية دي هتلاقيها موجودة. مش ثورجية يعني، اللي فيها قيادة شوية، اللي فيها تمام. طيب قولي لي، لو انت لما دخلتي امتحان القدرات الخاص بيكي انت شخصيا وانت داخله، كان صعب عليكي؟ كانت حاجه كنت غايبه، كنت خايفه من؟ لا انت لما بتحبي حاجه بتعمليها. تمام. بس زمان امتحان القدرات كان مختلف. لا بقول لك ده بعيد قوي، مش فاكره. انت بتتكلمي في حاجات بعيده قوي. تمام. طيب ايه الاختلاف بين امتحان القدرات زمان وامتحان القدرات النهارده؟ امتحان القدرات زمان كان في المدرسه. كل اللي عايز يمتحن قدرات زي المستوى الرفيع جوه المدرسه. تمام. دلوقتي احنا عن طريق لجان القطاع وكده نقلنا للكليات علشان الاساتذه هم اللي يحطوا الامتحانات، واحنا برضو اللي نصححه لاختيار، يعني نعمل سيلكشن، يعني بتنقي ناس تستحق انهم يخشوا. كل كليه ليها مواصفات معينه في الطالب اللي داخل بناء على رسالتها ورؤيتها والهدف من الخريج بتاعها. فلازم بيكون ليها، يعني كلية التربية الفنية غير الفنون الجميلة غير الفنون التطبيقية، كل واحدة ليها مواصفات معينة للي داخل وللخريج بتاعها. بناء عليه بتعملي الامتحان بتاعك. تمام. يعني امتحان القدرات الخاصة بكلية الفنون الجميلة مختلف من سنة لسنة، وهل بيبقى مختلف من طالب لطالب ولا هو بيبقى موحد؟ لا موحد، بس بيبقى بس هو اللي انت بتدوري عليه واحد. يعني هي كلية الفنون الجميلة قايمة على، هي نسخة من البوزار في فرنسا. تمام. فقايمة على الفن الأكاديمي، على الرسم. تمام. رسم التمثال، رسم الموديل، رسم الطبيعة الحية اللي هي ستيل لايف، الرسم الأكاديمي. لازم اللي داخل الكلية، يعني انت وانت داخلة الكلية حضرتك أيوة كنت لازم تبقي بتعرفي ترسمي كويس ولا لا؟ يبقى عندك الاساسيات بس، او يحسوا او يلمسوا الاحساس في رسمك، وبعد كده هم يطوروه او يعلموكي اساسيات الرسم بقى من خلال وجودك في الكليه؟ عايزين موهبه. لازم الموهبه تكون اصل الموهبه ممكن تبان في اي حاجه بالظبط، بس الموهبه زي الرسم، زي في الموسيقى، زي في التمثيل، ما تتعلمش. هي موهبه. بتشوفي حد موهوب بتلقطيه بقى وبتاخديه تحطيه على التراك، بتعلميه بقى يجود، يعني تمام، يحسن من ادائه. بالظبط، يشتغل. مين اللي خدك وابتدى يحسن من ادائك في الفتره دي؟ انا كنت احب قوي اساتذتي. كان في عندنا ربنا يديهم الصحه دكتور احمد نبيل، ربنا يديه الصحه، استاذ التصوير الجداري، وهو ناقشني في ماجستير وفي دكتوراه. عندنا اساتذه عظام، كان الدكتور زكريا الزيني، دكتور حامد ندى، دول من اسامي الكبيره قوي في فنانين التصوير في مصر. استفدتي منهم ايه؟ لا ده الفنان ده يعني الفنان حاله. انتي بتعيشي حاله. يعني احنا لما بنعيش مع الاساتذه في الكليه، اولا احنا اعدادنا بتبقى صغيره جدا. يعني العدد مثلا كنا في الجداري ده 8، وبتقعدي بيدرس لك قيمه زي الاستاذ حامد ندى ده، فنان طبعا كبير وموسوعه، يعني في موسوعات عالميه. ده حاله. انتي زي مش عارفه اوصلها للناس ازاي او المشاهدين، زي ما تعيشي مع فنان كبير. يمكن لسه برضو الفن التشكيلي محجوب شوية على الناس، لكن لو قلنا زي ممثلين السينما أو المسرح أو لا، حالة طريقة تفكيره وطريقة تصرفه. كنت بتلازميه فترة طويلة؟ طبعا. الميزة عندنا في الكلية ان انت عايشة معاهم. احنا بنشتغل من الصبح بالليل. ما حدش بيحب يروح. ما فيش حاجة اسمها اصل انا عندي محاضرة من كذا لكذا، ولا احنا قاعدين في الكلية، احنا قاعدين نرسم.
قاعدين نشتغل. نطلع الفيشاوي، نروح الحسين، نرسم ونقعد في المكان بتاع نجيب محفوظ، نلف شارع المعز عشان نتعلم رسم المنظر هناك. تمام. هو كده. فانت عايشه، انت ملازمه استاذك. في ناس وقعوا في السكه، يعني كانوا معاكي في الكليه وما كملوش طريق الفن، وده بيكون ليه؟ لا الناس كلها اصل فنون جميله بتعمل بصمه. بتعمل بصمه. بيطلع ممكن يرسم، ممكن يشتغل في الديكور، ممكن يشتغل في الجرافيك، ممكن يعمل بيزنس في فن، لكن خلاص لكن ما بيقدرش ينفصل عن لا الفن. لا 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 لا. حتى لو بقى عنده 60 70 80 90 ربنا يديهم الصحه بيجوا الكليه. تمام. وعندنا لقاء خريجين عارفه رابطه بين الام وطفلها. لا الفنون الجميله ابنها ما بيعرفش يبعد عنها. تمام. طب تعالي نشوف شويه لوحات او جداريات من بتاعت حضرتك، وبعد كده نكمل كلامنا على اشياء كتيره قوي موجوده في حياتك. نشوف مع بعض اول حاجه معانا ونعلق عليها. دي موجوده في متحف الكليه. احنا فتحنا متحف لاعمال فنانين الفنون الجميله. السنة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت ضم أعمال الفنانين اللي كان بيقتنيهم من أيام الأستاذ العظيم صلاح عبد الكريم لكبار فنانين مصر من 1908 لحد الآن دلوقتي. كانت عبارة عن يعني دي أعمال حاجة اسمها زمالتي وميلي فيوري، يعني زي الموزايك كده بس خامات طلياني. تمام. أنا بشتغلها بإيدي لأن هو ده شغل الجداريات. الله. طب نشوف اللي بعديها. برضو وردات مورانو وعامله بيها شجره كده. الجمال في الخامات دي خامات طلياني. تمام. وردات اللي هي ساعات بيلبسوها اكسسوارات. فانا بشتغل بيها. هي خامه غنيه قوي، ازاز مورانو وجميله. يعني ازاي بتقدري يعني اولا طبعا اختيار الالوان بتبقى حاجه مختلفه، لان احنا شايفين في تنويعه كده، وبعدين فوق مختلفه عن يعني عن اللي تحت. انا بقعد اشتغل. انت بتقعدي، اصل الفن ده لعبه. انت بتقعدي تلعبي. فتحطيها بقى وعلى حسب وتغيري كده وتغيري وتشيلي وتحطي. الموزايك ده عامل زي البازل. وتحطي حته وتفكري وتشيلي وتحطي وتشيلي. وطبعا الحاجات دي موجوده، هو حاجات جريكو رومان. حضرتك بتاخدي الخامات دي انت اللي بتجيبيها؟ بجيبها من بره. بتحبي تلفي وتدوري لغايه لما بجيبها. بس الحاجات دي بقت غاليه قوي دلوقتي علشان الجمارك والحاجات دي. ايه اللي يلفت نظرك فيها؟ يعني ايه اللي يلفت نظرك عشان تشتري خامه من الخامات دي؟ جميله. اللون يعني احنا بالنسبه لنا اي الوان تشوفيها بتشدك. يعني بتاع الفنون الجميله ده ممكن يضيع فلوسه كلها وتحويشته كلها وكل اللي عنده بالخامات او انابيب الالوان. تمام. دي حياته يعني. بالظبط. طب نشوف شكل اخر. برضو وردات جميله وحتت ازاز. دي قطع من الازاز بتتحرق في الفرن. بتعمل بيها تشكيلات، تحط عليها الوان او يتحط عليها خامات. ده تكنيك كله حاجات مختلفه، لكن انت بتشكلي بيه حاجات مختلفه. تمام. الالوان يعني اختيار البروسيال اللي من ورا ده، اللون الفاتح قوي ده، وبعدين تنويعات الالوان اللي فوقيها بالمنمنمات الصغنونه. ايوه هي منمنمات فعلا. حاجه جميله جدا. حاجه ليها الخلفيات دي انا بفترضها خشب، لكن الجداريات معناها ايه عشان الناس بس ما احنا هنشرح. طب الجداري دي لوحه صغيره. لكن انا بقول ان الجداريات دي عمل بعالج بيه حيطه. ممكن تبقى على اي مسطح باي ارتفاع. تمام. في اي مكان. يعني سواء حيطه داخليه. تمام. او خارجيه. او ارضيه. او فتحه معماريه اللي هي ازاز. حسب طبيعة المكان، وظيفته. الإضاءة ارتفيشيال ولا طبيعية. ارتفاع المبنى قد إيه. تمام. الشارع نفسه المرور بتاعه سريع ولا بطيء. عشان درجة اللون
والحركة اللي بتعمليها لازم تتناسب. انت لو عملتي حاجات فيها تفاصيل على طريق سريع تعمل حوادث طبعا، الناس تقف تاخد عينيها بالظبط. فهي ليها أسس وقواعد. تمام، تدرس طبعا، بتدرس بالتفاصيل. طبعا أسس تصميم. هنشوف لوحة تانية، وعايزة أسأل حضرتك على حاجة خاصة بيها. نشوف اللوحة دي اللي هو ميلي فيوري، اللي هو وردات مورانو صغيرة قوي قوي قوي. ده يعني حضرتك قد يعني فسيفساء فعلا. دي اللي هي بالملي 2 ملي و3 ملي، وقعدت ألعب بلون كده طلعت حاجة زي سمكة، زي شعاب مرجانية. يعني ساعات بتسيب الصدفة تعمل لك حاجة. الوردة نفسها جميلة. تمام. فاحنا برضو بتكلم ايه، ان مش لازم الحيطة تتعالج بكتر ألوان أو خامات أو بكتر دوشة خالص. ممكن لون وحركة بس. تمام، حاجة بسيطة لكن تؤدي الغرض ويبقى فيها لمسة المكان بالظبط، ويبقى فيها لمسة جمالية ورقيقة جدا. لا، هو أنا اللي ملاحظاه في يعني في الحاجات بتاعت حضرتك، إنها مش عارفه اقول لوحات ولا جداريات ولا ايه، لان هي حاجه جميله جدا، مصغرات لجداريات وبسيطه جدا. يعني نقدر نقول انه جمالها في بساطتها. ايوه، مش كده؟ أيوة. وفي التفاصيل. أيوة. الجمال يكمن في التفاصيل. طيب، لو حضرتك لقيتي خامه جديده بتتعاملي معاها ازاي؟ يعني بتجربي؟ ده مسموح؟ طبعا. ان انت تجربي وتشيلي وتحطي. بكتشف طبعا. حديد ماشي، نحاس ماشي، احط ازاز، احرق ازاز، اجيب خامه جديده احط طبعا. طيب نشوف لوحه اخرى معانا. برضو دي قطعه ازاز هي محروقه جايه كده. ده اعتقد ان ده زي نيل متهيألي، حاجه نايف خالص وبسيطه خالص، وهي حتت الازاز متشكله كده. بس الالوان فيها يعني انا بحس ان حضرتك بتتعاملي في مجموعه من الالوان تقريبا هي مفرحه كده. يعني انا شايفه ان البروسيال ده اساسي مع حضرتك. الاورنج موجود، بحبه سخن بدرجاته، يعني بادئ من الاصفر لغايه الاحمر، يعني بادئ كده، والاخضرات موجوده. بيمسوكي اللي انا بحب الالتامارين جدا. اللي هو اللون اللبني اللي ورا اللي حضرتك شايفاه ده نوع من الالتامارين الازرق اللي هو زي ده كده. أيوة. بس بيفتح. فبتفتحيه لغايه لما يتناسب هو كده وبعد كده حطي عليه مع كل الالوان اللي فوقيه، حطي عليه اي لون هيعيش معاه. تمام. اختيار الالوان بيبين الفنان. هو كل واحد يعني ساعات لما بيتفرجوا على الشغل عندي يقولوا لي في تفاؤل كده، في حياه، في فرحه، بالظبط كده، في فرحه. فده حلو، ده كويس. اتأثرتي بمين في شغلي؟ انا احب قوي الله يرحمه الدكتور زكريا الزيني. ايوه. وكان طبعا حامد ندى كان عبقري. وطبعا الاستاذ دكتور احمد نبيل استاذ الموزايك. الموزايك ده حدوته، يعني ده طبعا تفكير. ده انت بتقعدي تفكري في كل حته تترص ازاي وتتحط ازاي يعني. عندنا الفن ده من زمان قوي. ده جريكو رومان، ده قديم. وفي فسيفساء اسلامي بالظبط. وفي طبعا ده قديم جدا. ليه ما بقاش موجود بنفس الكميه اللي كان موجود؟ يعني احنا بنشوف مناطق اثريه او يعني بعض المنازل الاثريه القديمه بنلاقيه. ما بقاش موجود النهارده، ولو موجود بيبقى موجود عشان ينم عن الثراء مش عن الفن. هقول لحضرتك، هو التصوير الجداري ده اصله ايه؟ اصله ان ده بيوصل رساله او بيسجل تاريخ الفترات اللي الناس دي عاشت فيها. تمام. الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتاعت الفترة. وبتتبع التكنولوجيا اللي كانوا بيستخدموها، انهم بيستخدموا الخامات بتاعت المكان والزمان. شوفي الشطارة بتاعتهم. فهترجعي للمصري القديم هتلاقيه عمل على جدار المعابد كلها. عمل لنا المعابد وعمل حاجة اسمها تمبرا. التمبرا اللي رسم اللي موجود لحد النهاردة في المقابر وفي المعابد عندنا، دي خامة جبس، لأن الجبس متوفر في الزمن ده بشكل كبير في عندنا في طبيعتنا إحنا. وبتعيش في الحرارة. بره لما تطلعي الكنائس هتلاقي حاجة اسمها فريسكو الجير. الأماكن دي كانت الأحجار الطبيعية هي اللي موجودة.
وفي الجريكو رومان دي الحاجات دي ابتدت، هتلاقي الحاجات دي في اسكندريه، هتلاقي هي ابتدت كده. وبعد كده طبعا الموزايك، والاصل الموزايك هتلاقي في كابيلا سيستينا في الفاتيكان في روما طبعا. الحاجات دي ابتدت بقى، ابتدوا يعملوا الخامات دي فيها ذهب 24 طلاق ذهب ويتحرق في الفرن والوان. طيب يعني دول اللي تاثرتي بيهم داخليا، عالميا تاثرتي بمين؟ طبعا في جداريات بتاعت المكسيك دي حاجه مهوله طبعا. في طبعا بيكاسو لما عمل جرونيكا طبعا وحطها كان بيصرخ يعني. في ميرو اللي كنا بنتكلم عنه مظبوط قبل الحلقه. لا في فنانين، وفي في اسكندريه عندنا كمان دكتور الفنان الجميل عبد السلام عيد، والاستاذ محمد شاكر، استاذ محمد سالم. مصر فيها فنانين كمان جامدين جدا. يمكن مش معروفين، او معروفين بره اكتر من معروفين في جوه مصر للاسف. لما اخترتي النوع ده من الفن، كان صعب عليكي في وقتها انه بنت تخش المجال ده؟ انه دايما احنا بنفتكر ان البنت بيبقى بالنسبه لها اسهل ديكور، اسهل الرسم، حتى لو رسم زيت مثلا او شيء من هذا القبيل، لكن جداريات وفسيفساء وحاجات صعبه مش سهله، وعشان تعملي حيطه زي ما حضرتك بتقولي بابعادها المختلفه وتقيسي كل ده، مجهود كبير، ومجهود كمان على البنت في الوقت ده. يعني مش بس مجهود في ان انا ممكن اقعد في اي حته وارسم اللوحه اللي انا عايزاها، لا ده حضرتك بتنزلي الموقع وبتروحي وبتشوفي ويعني تعامل مختلف. كان بالنسبه لك تحدي؟ انا بحبه. بتحبيه؟ بحبه. تحطي اللوحه قدامك كده وتنسي بقى. وحتى الحاجات اللي بتتعمل وبتتحط على الحوائط، وكنت عملت عمارة كاملة 300 متر الواجهة بتاعتها كلها. انتي بتحبي ده، بتقعدي تشتغلي بشكل أفقي الأول كده، وبعدين الحاجات دي بتتلزق، وبعدين بترجع تتحط على الحيطان، وبعدين بتتنضف الورق اللي عليها، وبعدين بتبتدي تترمم كده يعني واحدة واحدة. طب أنا شايفة إنه حضرتك طول ما انتي بتتكلمي تقولي إيه، أنا بحط الحاجة واشوفها رايحه بيا فين، ما بتخططيش انت هترسمي ايه او هتعملي ايه؟ لا، ولا الصدفه هي بتلعب في الحاجات الصغيره دي بتتفرجي عليها لان الخامه ملونه حلوه قوي. فانت بتحطي الصدفه هي اللي توديكي. انما لما تيجي تعملي ديزاين علشان عماره او حاجه نازله في الشارع او لمكان معين، لا بيتعمل التصميم وبيتكبر وبتقعدي تشتغليه حته حته. بتغيري في تصميمك كم مره؟ لا ممكن كتير. انا كتير. مره في ده مش تغيري في التصميم، انت ممكن بعد ما تركبي الشغل استشاري يقول لك نزلي ده كله عادي بقى، فتنزلي وتشتغلي تاني من اول وجديد. امتى عملتي حاجه وكنتي مقتنعه بيها جدا وحد قالك لا مش ده اللي احنا عايزينه، وحسيتي بوغزه كده؟ لا ما فيش وغز، ما فيش. الشغل ما فيهوش ما فيهوش كده. لا بتتعاملي انت طيبه قوي. لا ده شغل. لا بس ساعات الانسان بيحس انه لا ده انا تعبت فيه، ده فني، ده احساسي. معلش بس الممارسه بتغير مش ممارسه. انت لما بتشتغلي شغل بتاعك انت في معرض غير لما تشتغلي علشان مكان. ما زال راس المال متحكم في الفن. تمام. لسه انت بتعملي شغل واجهه عماره، واجهه اوتيل، حاجه راس المال متحكم برضو. تمام. شغلك الفني تاثر بوجودك كعميده لفنون جميله ولا ما تاثرش؟ بالشغل الاداري ولا ما تاثرش؟ خالص. انا اشتغلت كويس قوي وانا عميده. انا بشتغل طول النهار ولغايه فترات متاخره، لان انا بحب الكليه قوي 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 يعني. وجودك كعميده، اول عميده مصريه لفنون جميله، اعتقد ده انجاز يحسب لحضرتك. بعد وجود الكليه موجوده من 1908 زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه. اول سيده تحصل على هذا المنصب. كان صعب بالنسبه لك عشان توصلي لده؟ هو من عند ربنا. تمام. بس هو من عند ربنا. لكن تفوق على مدار السنين وتعب طبعا. ان انت قصه كفاح. قصه كفاح. ان انا في بدايه
حياتي انا طلعت الاولى وما تعينتش في الكليه. تمام. فروحت اشتغلت في كليه اسمها تربيه نوعيه في المنوفيه. كنت صغيره في السن، كنت بسافر كل يوم وارجع. وبعد كده رحت اتعينت في المنيا في يعني فنون حضرتك كنت جميله الاولى وما تعينتي لكنك بقيتي كملت. عميده. الحمد لله. سبحان الله. ربنا عدل. تمام مظبوط. حلوه قوي الكلمه دي. طبعا ربنا يعني يا ريت كل حد بيشوفنا من الشباب اللي طالع جديد بالظبط ولا يستعجل، يؤمن بانه ربنا شايل له الخير. بس امتى؟ عدل. ربنا عدل. تمام. ورحت بعد كده تعينت في المنيا. كان وقتها العميد دكتور مأمون الشيخ أستاذي طبعا، أستاذ النحت. هو راح فترة عميد فنون جميلة المنيا. وبعدين اتعينت معيدة، وبعدين كنت شغالة في الماجستير، فعلى طول ناقشت وبقيت مدرس مساعد. وكملت بعد كده، رحت حوالي 3 سنين وسجلت دكتوراه واشتغلت. ولما ناقشت عملت طلب نقل، وكان سبحان الله برضو توفيق من الله ان انا اتنقل القاهرة اللي هي اصلا مكاني، ورجعت القاهرة. تمام. ايه اللي كنتي بتحلمي بيه وانتي بتخطي الخطوات دي كلها ورجعتي بيتك بقى الاساسي اللي انتي مشيتي منه غصب عنك؟ يعني انتي كنتي الاولى ومع ذلك مشيتي منه غصب عنك. رجعتي، ايه اللي حلمتي بيه انك تعمليه والنهارده بتنفذيه على ارض الواقع كانجازات ليكي كعميده لكليه فنون جميله؟ والله انا هقول لك، انا واي حد اتخرج من الكليه دي بيحبها وبيحاول يعمل لها كل حاجه كويس. تمام. اما جيت كان في فجوه كده، يعني كان في كلهم اساتذه كبار وفي معيدين. تمام. يعني كان في فتره ما كانش فيها تعيينات كتير. تمام. فكنت انا مدرس لسه صغير. خدت مجموعه شباب وابتديت ادرس. اشتغلت ودرست. وبقى ليا مجموعه بتاعتي. بشتغل معاهم بكونسبت مختلف وبطريقه مختلفه. أنا بؤمن جدا بالأتيليه. يعني أتيليه الدكتور فلان، أتيليه الدكتور دي بتربي جيل كويس. تمام. في ناس بتعارض فيها، لكن أنا شايفاها دي حاجة كويس. فخليتيها موجودة دلوقتي؟ أنا اشتغلت فيها، وكان في شباب صغير ابتدى معايا، معيدين دلوقتي هم ما شاء الله علامة من علامات يعني فنانين كبار وأساتذة كبار. تمام. ربنا يكرمهم. ولما دخلت مسكت الكليه، انا ما مسكتش عماده مره واحده. انا مسكت وكيل الكليه لخدمه المجتمع 6 سنين. انا عاشقت هذا المجال. تمام. الحته دي مهمه قوي والناس مش واخده بالها منها خالص. تمام. طب تعالي نشوف ايه اهميه الجزئيه دي، بس نروح نشوف حاجه من اعمالك ونرجع مره تانية نناقش الجزئيه دي، لان هربطها بالمجتمع وباللي بيحصل من فن في الشارع المصري حاليا. لكن نشوف ايه اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. ازمالتي. ده اسمه ازمالتي برضه. عباره عن ايه يا دكتور؟ مربعات. مربعات مجرده الوان فقط لا غير. نفس استخدام الالوان برضه هي الاورنجات، الاخضرات، الازرقات. ما بتخرجيش عنهم؟ بحبهم. ما بتعمليش ابيض واسود يا دكتور؟ عملتي. بس انتي عملت مهاره كامله ابيض واسود. مهاره ابيض واسود. تاثيرها مختلف صح؟ تمام. اللي يعمل ابيض واسود حلو يلون حلو. اللي يعمل ابيض واسود حلو يلون حلو. من اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفيها الصور الابيض واسود. تمام. يعني الصوره الجميله اللي يتقنها مصور شاطر الابيض واسود. تمام. بتحسي ان الالوان بتغير التصميم او بتضفي شيء عليه ممكن يكون الابيض والاسود ممكن يبينه اكتر او يوضحه اكتر؟ لا، هو الابيض واسود باختزال الاشياء بيلخص لك الدنيا. تمام. ابيض واسود بس مفيش رمادي بس كده. طب نشوف اللي بعديها. الله، ورده. شفتي بقى؟ الله بس كده. وردة. وانتي وردة جميلة. برضو هرجع تاني واقول انه نفس الالوان الازرقات والاخضرات. طب اللي في النص دول عبارة عن ايه؟ اللي هي اللي عبارة الوردات مورانو. برضو الوردات. وردات مورانو. المورانو بس دي اكبر شوية من شوية صح؟ جميلة جدا جدا. الاشياء يعني اللوحات الصغيرة دي ليه ما بيتمش توزيعها او تتعمل منها نماذج تتحط في شوارعنا المصريه او تتعمل في هي بعض دي الاماكن؟ كلها دي نماذج صغيره ممكن تتنفذ
طبعا. ليه ما بتنفذوا؟ ليه بنشوف احيانا، انا اسفه في الكلمه، هذا القبح احيانا اللي موجود في شوارعنا المصريه، رغم ان احنا عندنا فنانين زي حضرتك وزي كتير من الاسماء اللي حضرتك ذكرتيها، في ناس كويسه قوي كتير، لكن برضو احنا هنقول ان عندنا حاجه بتحكمنا، المتخصصين كتير والفنانين كتير، لكن الشغل ما بياخدوش اهل التخصص. كليه الفنون الجميله موجوده، الكليات الفنيه موجوده، عندنا مركز استشارات قد الدنيا، اي حاجه ممكن ننفذها للدوله، بنشتغل مع الدوله كتير. عملنا مطار القاهره صاله 2، عملنا التماثيل وعملنا الجداريات طبعا، وتحيه شكر وتقدير للناس اللي نفذوا الحاجات دي. بنشتغل مع وزارات كتير جدا، بنشتغل في حاجات كتير جدا، موجودين. لكن في جزء برضو بيحكمك ان في البلاد وفي المحافظات وفي الاقاليم المحليات والحاجات دي، وكل واحد عنده حد بيديله الشغل دون الرجوع لاهل الخبره. ازاي نحاول ان احنا نحد من الموضوع ده، خصوصا ان احنا بنشوف في الفتره الاخيره على وسائل التواصل الاجتماعي عدد من انا اسفه بشاعة في التماثيل، في الجداريات، في يعني مش ده اللي المفروض يبقى موجود عندنا في مصر، وبنشوف كم الهزار اللي بيبقى موجود على هذه التماثيل. احساسك انت كعميدة لكلية من هذه الكليات اللي بتخرج هذه النماذج الرائعة من الفنانين، وبعدين في الاخر يبقى هو ده الواقع بتاعنا؟ والله هقول لحضرتك، احنا تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، وهو خريج قسم العمارة الكلية يعني عندنا. تمام. اللجنة دي أمر بتشكيلها معالي رئيس الوزراء ومعالي وزير الثقافة ومعالي وزير الآثار، واحنا شغالين لجنة مشكلة من 10 من جميع الهيئات اللي تمس يعني الفن والفنون والآثار، وبنشتغل مع المحافظات. حطينا نمط معماري ونمط لكل بلد، حلو قوي، وخاطبنا المحافظين وبنعمل اتصالات، اللي بيطلبوه مننا بنعمله. طلبوا مننا زيارة معالي محافظ البحر الأحمر، تمام، اللي هو أحمد عبد الله، ونزلنا وبصينا وشفنا حاجات، عملنا تقارير فيها، وعملنا جدارية. أستاذ من كلية الفنون الجميلة ومعاه شباب عملوا جدارية في ميدان كبير قوي اسمه ميدان الدهار في الغردقة. تمام. علامة هم يشهدوا ويقولوا الله. وأعتقد إن معالي المحافظ وإن المحافظة سعيدة بهذا الإنجاز لما تدخلت يد الفنون الجميلة والمتخصصين. احنا بنشوف هذه النماذج موجودة في اسكندرية، موجودة هنا طبعا. في مصر موجودة، بس محتاجين ان ده يبقى موجود كمان في المحافظات، وكل محافظة من خلال فنان، اكيد كل محافظة فيها فنانين مبدعين طبعا. لان احنا صحيح اذا كانت كلية فنون جميلة موجودة في مصر، لكنها اولادها موجودة من كل وفي كليات في كل المحافظات دلوقتي. بالظبط كده. طب نشوف حاجة كمان من شغل حضرتك ونرجع نعلق عليها مرة تانية. هنشوف ايه؟ طيب يمكن هم كانوا محضرين حاجات وبعدين احنا خدنا الكلام فنكمل كلامنا. حضرتك بتقولي انه حضرتك عملتي في فتره كوكيله كليه لخدمه المجتمع، وقلتي ان ده مهم جدا، واحنا كنا بنتكلم عن المجتمع دلوقتي، يعني احنا الشارع المصري ده جزء لا يتجزأ ابدا طبعا. من المجتمع طبعا. بشكل او باخر. حضرتك كنت بتتكلمي عن اهميه المكان ده. ناس كتير قوي فاكره ان خدمه المجتمع ده سهل. لا، مش سهل طبعا. ده هي حلقه الوصل ما بين حضرتك او المؤسسه اللي انت بتشتغلي فيها والمجتمع بره. تمام. انت بتقدمي لها ايه؟ انت بتقدمي المجتمع ايه؟ بتخدميه ازاي؟ هو بيرد لك الجميل ازاي؟ بالظبط. يعني مسؤوليتك المجتمعيه تجاه كليتك، تجاه الجمال، تجاه عملت لينك كويس قوي في السنين دي مع رجال أعمال، المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني، لخدمة الفنون الجميلة وخدمة الشارع المصري والخدمة الطلبة في الكلية والعمل المتحف والتأسيسه والتغيير حاجات كتير قوي. تمام. دون تحميل على الدولة أو على كلية أو على الجامعة. فدي كانت حتة مهمة إنك وبعدين هم يعني عدد من الشركات كتير قوي خلاص بقت معايا أعضاء في مجلس الكلية، بقوا معايا هم شركاء. انت تمام. شركاء معانا
في مجلس الكليه والمجالس المنبثقه من مجلس الكليه عشان تشوفوا المشاكل. ده دور مهم جدا للشخصيات العامه اللي موجوده في مصر ايا كانت مجالها هي موجوده فين، ان هي تساهم في رفع الذوق. هي هم لما بيخشوا مجلس كليه عندي او مجالس، المجلس كله اساتذه طبعا، هم رجال اعمال، هم ناس متخصصين في حاجات معينه، بيدعموا الكليه، بيقفوا بياخدوا الخبرات بتاعتنا، بنكون احنا الاستشاريين بتوعهم. يمكن من المعارض المهمة جدا اللي حضرتك يعني اشتغلتي عليها معرض تقبل الآخر، ومعرض تقبل الآخر كان بيحمل مفهوم ومعنى مختلف. كنت بتقصدي ايه بتقبل الآخر في هذا المعرض تحديدا؟ هي يعني رسالة سلام. احنا بقينا بننتقد بعض بشكل صعب قوي. تمام. والنقد يعني يا ريته نقد بناء، يعني الناس بقت تنتقد بعض زي ما حضرتك شفتي كده واتكلمتي على السوشيال ميديا. يعني بيهروا بعض، مش انتقاد عادي يعني. فبقول يعني يا ريت كده كل واحد يبقى في حاله. ازاي تقبل الاخر وتحترمه زي ما هو. دي يعني رسالة سلام. تمام. اقبلني زي ما انا، هنعيش في سلام وهنعمل شغل كويس. بس يعني زي بره ولادي بيدرسوا بره، فانا لما رحت كندا لقيت ولادي، لما رحت كندا ولقيت الناس، ابني وكان صغير يعني من 3-4 سنين في مدرسة فيها 80 جنسية بلغات مختلفة بعقائد. الناس كلها بتحترم بعض وعايشين عاملين عارفة زي ايه العقد كده. كلهم قاعدين جنب بعض وبيدرسوا مع بعض وكل واحد عايش في حاله. تمام. الناس بتحترم الآخر. تمام. فقلت دعوة لتقبل الآخر. تمام. اللوحات كانت مختلفة فيه، اللوحات كان مفهومها مختلف. الورد. الناس دي عندي ورد. تمام. الورد ده شوفوا هتلاقي وردة حمراء وواحدة خضراء وواحدة زرقاء وواحدة صفراء، أو كل ورقة لون، بس كله عايش في هارموني ومع بعض في سلام. تمام. هو ده اللي بيكون الشكل العام الجميل الرباني بتاع ربنا. تمام. بس ما تنتقدش حد، عيش في سلام. تمام. ايه من المعارض اللي شاركتي فيها في الخارج وشايفه ان انت يعني كنت مبسوطه قوي وانت بره، وشايفه ان انت عملتي اضافه لاسم صفية الإناء؟ انا عملنا معرض لاساتذه الفنون الجميله في روما، في أكاديمية الفنون في روما من 2 تقريبا أو من 3. تمام. دي كانت حاجة كانت حلوة قوي قوي قوي. وكان طبعا كانت فيها دكتورة جيهان زكي رئيسة أكاديمية الفنون طبعا. في روما. وكان فيها معالي السفير فريد منيب أيام ما كان سفير مصر في إيطاليا. تمام. وأنا اشتركت على المستوى الشخصي السنة اللي فاتت في معرض لموزايك، مدرسة الموزايك في إيطاليا في منطقة جنب فينيسيا. أنا كنت مبسوطة قوي باشتراكي في المعرض. حلمك إنك تعملي جدارية عن إيه أو تشاركي بيها فيه؟ أنا في حاجة لطيفة قوي جات لي كده من عند ربنا. من أسبوع جات لي دعوة من جامعة طوكيو للفنون للاشتراك في العيد 130 سنة لإنشاء الكلية. فاختاروني على مستوى إفريقيا. تمام. الله. فدي بسطتني. فكرتي هتشاركي بايه او هتعملي مش عارفه لسه، يعني لسه انا ما اعرفش الخطوات. بتسيبي احساسك هو اللي بيقودك. هو انا حاسه بكده من اول اللقاء ان انت يعني سايبه المواضيع ماشيه وانت معاها. انا بشتغل كويس وبخطط لها كويس، بس بتوكل على الله. تمام. يا رب دايما هو نعم الوكيل يعني. معانا اخر لوحه ممكن نشوفها. دي خامات يعني زي جبس واسمنت في الحيطه نفسها. تمام. فبنقول او بقول ان ممكن نفس الاسمنت ده اللي موجود بنفس شكله او
بخربشه او بحاجات بسيطه او الوان بسيطه ممكن يتعالج. تمام. دي حيطان، نفسك الحيطان بتاعتنا في مصر تبقى ملونه تبقى كده. ملونه كده. بتعدي على مصر القديم، يعني احنا بنشوف مثلا ساعات واحنا معديين على وسط البلد كده العمارات القديمه والتماثيل واللوحات، حاجات جميله. النهارده بقت يعني اشياء خرسانيه محطوطه جنب بعضيها. بس في دعوه، وفي هتلاقي القاهره الفاطميه رجعت تاني ان شاء الله، وهتلاقي شارع الألفي، وفي والله نشاط في الجهاز، وفي لجان القاهره الخديويه والتراثيه بتنادي، وبنحاول مش على مستوى القاهره بس، على مستوى جميع محافظات مصر. لو قلت لك نصيحه تقوليها للشباب الصغير اللي بيحلم في يوم من الايام انه يخش كليه فنون جميله او يبقى فنان في اي مجال من المجالات، واحنا يمكن شفنا في الفترة الأخيرة كان بيبقى فيه دعوات لبعض الشوارع بيرسموا حتى في الشارع على الأسفلت، وبيرسموا على الحيطان وغيره، وبينموا، وبيبقى يوم للأسرة كلها. أيوه. إيه اللي تنصحي بيه الأمهات والآباء اللي بيشوفوا ولادهم متفوقين في شيء أو حابين حاجة ويساعدوهم إزاي؟ والله هو لو هو فنان احلم. احلم. احنا يعني عارفة لو بطلت تحلم تموت. صح. احلم زي ما انت عايز هتوصل. احلم وركز واشتغل كويس قوي، واشتغل لله. لله، يبقى حاطط في دماغك ان انت بتشتغل ومش مستني مقابل، ربنا هيديك. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات، لانه فعلا لازم نؤمن بربنا ونؤمن انه ربنا شايل لنا الخير، لكنه في التوقيت المناسب بالنسبه لنا، وربنا دايما زي ما حضرتك قلتي هو عدل طبعا، وبالتالي لا يظلم احد ابدا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفيه الاباني، اول عميده لكليه فنون الجميله منذ نشاتها من 108 سنه، على وجودك النهارده معايا. بس شكرا. انا على قد ما انا فرحانه بعمدتك لهذه الكليه، على قد ما انا فرحانه ان انا اتعرفت على انسانه فنانه موهوبه عندها هذه المشاعر الفياضه والبسمه الجميله اللي دايما موجوده مع حضرتك، وان شاء الله مزيد من التوفيق باذن الله في كل المجالات اللي حضرتك بتعملي فيها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. كنا في رحلة فن مختلفة، رحلة فيها تفاصيل صغيرة، لكنه في التفاصيل بتكمن دائما الجوهر. بنشوف دايما بالحاجات الصغيرة نشوف الصورة كاملة، الصورة ما ناخدش حتة منها ونشوفها، لكن مهم قوي ان احنا نبص عليها من بره، من الخارج. واحنا كمان لازم نشوف نفسنا عشان نقدر نقيم نفسنا، وعشان نقدر ان شاء الله نكون احسن في المستقبل. يا رب نهتم بشوارعنا، ونهتم بفنوننا، ونهتم بجمالياتنا، ونبعد عن الاشياء اللي دخلت علينا جديدة. احنا دايما اهل فن وحضارة، فيا رب نفضل كده طول العمر. انا بشكركم جدا على حسن المتابعة، وان شاء الله القاكم الاسبوع القادم والصالون. شكرا لكم.